رسميا الزمالك يعلن تعيين معتمد جمال مديرا فنيا مؤقتا للفريق الأول لكرة القدم بعد حالة لخبطة وتأخير في حسم ملف المدير الفني. معتمد جمال هيقود الفريق في المرحلة اللي جاية ومعاه جهاز فني من أبناء النادي في محاولة لتهدئة الأوضاع ولم الشمل قبل المباريات المهمة. بس السؤال الحقيقي، هل الحل المؤقت ده كفاية ولا الزمالك بيكرر نفس السيناريو كل مرة؟ مدرب مؤقت، قرارات متأخرة، وضغط على اللعيبة. الجماهير عايزة تشوف استقرار، رؤية واضحة، وقرارات قوية مش مجرد مسكن. رأيك ايه؟ هل تؤيد تعيين معتمد جمال ولا شايف ان الزمالك محتاج مدرب اجنبي فورا؟ اكتب رأيك، ولو حابب الزمالك يرجع قوي اعمل لايك واشترك في القناة. رسميا الزمالك يعلن تعيين معتمد جمال مديرا فنيا مؤقتا للفريق الأول لكرة القدم بعد حالة لخبطة وتأخير في حسم ملف المدير الفني. معتمد جمال هيقود الفريق في المرحلة اللي جاية ومعاه جهاز فني من أبناء النادي في محاولة لتهدئة الأوضاع ولم الشمل قبل المباريات المهمة. بس السؤال الحقيقي، هل الحل المؤقت ده كفاية ولا الزمالك بيكرر نفس السيناريو كل مرة؟ مدرب مؤقت، قرارات متأخرة، وضغط على اللعيبة. الجماهير عايزة تشوف استقرار، رؤية واضحة، وقرارات قوية مش مجرد مسكن. رأيك ايه؟ هل تؤيد تعيين معتمد جمال ولا شايف ان الزمالك محتاج مدرب اجنبي فورا؟ اكتب رأيك، ولو حابب الزمالك يرجع قوي اعمل لايك واشترك في القناة.